شكرا سي مصطفى، الله يحفظكم. للعرش العلاوي، عرش العلاوي، عرش العلاوي. صحراوي حر، أنا صحراوي، أنا صحراوي، أنا صحراوي. عندي بيعة العرش العلاوي، العرش العلاوي، العرش العلاوي. الحمد لله بالمناسبة ديال عيد المسيرة الخضراء 50 تحتفل هذه المنظمة ديمقراطية سائق سيارة أجرة صنفيها مدينة فاس تحت لواء المنظمة الديمقراطية للنقل والوسيط متعدد الوسائط العضو بالمنظمة الديمقراطية والشغل. بهذه المناسبة الحمد لله تحتفل ونيابة على السائقين المهنيين بمدينة فاس كافة الصنف الأول ولا الصنف الثاني يحتفلون تحت لواء صاحب الجلالة نصره الله وأيده وأطال في عمره. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بمناسبة الذكرى 50 للمسيرة الخضراء المظفرة، يسر المنظمة الديمقراطية للنقل والتسليك متعدد الوسائط أن تخلد هذه الذكرى العظيمة. أيها الحضور الكريم، ما من أمة إلا ولها تاريخها التي تعتز به وتستلهم منها الدروس التي تنير بها لها مسيرتها التطورية والنماء. فالمغرب الحبيب له تاريخه المشرق الذي يباهي به الأمم ويلقنه للأجيال المتعاقبة جيل بعد جيل. وحدث المسيرة الخضراء الذي مضت عليه 50 سنة إحدى هذه المحطات التاريخية التي ربطت شمال المغرب بجنوبه. ونحن اليوم باستحضار هذا الحدث نستحضر خطاب جلالة الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله الذي دعا فيه المغاربة إلى نصرة إخوانهم في الصحراء، فكانت الاستجابة من الشعب المغربي، وعلى إثر ذلك تم استرجاع الصحراء المغربية. إن هذه المسيرة كانت سلمية كما أرادها ملكنا، وفيها عبر المغاربة عن الروح الوطنية وعن التضحية وتوجيه رسالة ملهمة للمستقبل وتتويجا لجهود المغرب لاستكمال وحدته الترابية. إن المسيرة الخضراء تعتبر فخرا واعتزازا ورمزا للوحدة الوطنية وتجديدا لتشبث المغاربة بملكهم والاصطفاف ورائه. ولا يفوتنا في هذه المناسبة الخالدة أن ننوه بدور جلالة الملك محمد السادس نصره الله على الصعيد العالمي لتصل مرحلة الصحراء إلى نهايتها باعتراف الأمم المتحدة بالمشروع الذي وضعه صاحب الجلالة منذ 2007 وهو مشروع الحكم الذاتي. واليوم نخلد ذكرى المسيرة الخضراء بافتخار واعتزاز، ونحن اليوم دائما وراء جلالة الملك. وفي الأخير نرفع برقية إخلاص وولاء إلى صاحب الجلالة الملك محمد نصر الله حفظه الله وشفاه وأدام عليه الصحة والعافية، وأقر عينه بمولاي الحسن، وأشط عضده بسنوه مولاي الرشيد وكافة الأسرة العلوية، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم. له الحسن الثاني لا قبيله هدرت معاه باش من سنة 75 900 وألف كملحمة سلمية لاسترجاع الأقاليم الجنوبية إلى حضن الوطن الأم وترسيخ الوحدة الترابية للمملكة تحت راية واحدة وشعار خالد: الله الوطن الملك، الله الوطن الملك. هذه الذكرى التاريخية تأتي هذا العام في سياق وطني.
عرش العلاوي عرش العلاوي عرش العلاوي صحراوي حر أنا صحراوي أنا صحراوي أنا صحراوي عندي بيعة عرش العلاوي العرش العلاوي العرش العلاوي صاين عهود. لاله سعاد كيفاش كتشوفي هذه الاجواء اللي كتشاركوا فيها انتم كسائقين تاكسي في هذا الاحتفال؟ كنحيي جميع السائقين والسائقات المهنيين. انا سائقه مهنيه مدينه فاس سانت جورج، وهذه المسيره هذا الحفل الجميل بمناسبه المسيره الخضراء المظفره، ومن هذا المنبر كنحيي جميع المغاربه وعاش الملك عاش الملك عاش الملك. اولا تحيه للمناضلين ديال المنظمه الديمقراطيه للنقل وكذلك النقابه الوطنيه لسياده الاجره المضوي تحتها لواء الاتحاد الوطني للشغل بهذه المناسبه المجيده. يسعنا إلى المشاركه في هذه الذكرى، وهي الذكرى 50 التي هذه السنه لها طابع خاص بارتباطه بالقرار الاممي الذي اكد على معطى وعلى مطلب المغرب في الحكم الذاتي وتحت مقولة المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. لذلك سنواصل ومع هذه المشاركة إلى امتنان وتعبير للسلطة العالية التي قامت بدبلوماسية رفيعة المستوى التي عبرت عن حكرة وخبرة لا نجد لها مثيل، لأن هذا الانتصار الدبلوماسي للخارجية لم يأتي اعتباطا وإنما عمل لسنوات. ومعنا السائقين إلا أن يحتفلوا بالعائلة المالكة وعلى رأسها صاحب الجلالة نصر الله محمد السادس الذي نتمنى له بهذه المناسبة الشفاء العاجل، وأن يشد أسره وعضده بولي العهد مولاي الحسن. تبارك الله عليكم، تحية ضارية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى نريد بعد الحمد لله الشيء ديالها على مستوى المغرب نهار 1999. هذه المناسبات كنديروا صاحب الجلاله نصر الله الفوز العظيم دفاع عن راس المغرب والرجالات ديالها عاليا امام الامم وامام العالم كامل. تشهد على الحنكه ديال الاساسه والدبلوماسيه المغاربه الحمد لله رب العالمين، وكتمنى ان شاء الله التوفيق مزيدا من التوفيق وما يبارك هذه اللحظه وفيها النعم الحمد لله فيها الامطار الخير الناس على بلادنا. الله يبارك فينا جميعا. تحيه للجميع. وبركاته. اليوم يوم الاحتفال بعيد ذكرى المسيرة الخضراء تحت تربع صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده، وكذلك بهذه المناسبة نحتفلوا إن شاء الله بالرجوع الصحراء ديالنا ككل. وقت أن الحمد لله الحمد هذا عيد
اكبر عيد وفرحه للمغاربه تحت شعار الله الوطن الملك. هذا النهار تنحتفلوا بذكرى عيد المسيره الخضراء تحت لواء صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وحده. وان شاء الله منظمه اوديتي راه محتفله هي وجميع الاخوان وجميع الاطر ديالها. وهذه المناسبه يعني احتفال حتى بالرجوع الصحراء، المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها.